السلام عليكم. مرحبا بكم فيديو جديد في وصفه جديده على قناه مريمه فود. نتمنى تكون حولكم طيبه وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم اقترحنا بالضبط ماشي غير اقترحنا اليوم غير بالضبط، يعني جوج وصفات ان شاء الله نقترح معكم اللي هما البطبوط وكذلك البطبوط الصغير المعمر، بالاضافه كذلك لي ميني بيتزا ناجحين ساهلين طيبين غير فوق المقله ماشي في الفران. بالاضافه كذلك انهم كيجيو رطبين زوين بزاف ناجحين. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه لاول مره كتشوف هذا الفيديو هذا، لان ان شاء الله القناه غادي تنفعكم بزاف لان الوصفات كلها ناجحه. بالاضافه لهاد المخمره الصغار اولا البطبوط اللي ما كينجحش معاها واللي كيعذبها واللي يعني كيكون عندها مشكل معاه، فلا جربتوا هاد الوصفه هذه ان شاء الله غادي تعتمدوها وغادي يحمر لكم وجهكم وما يعذبكمش نهائيا. وصفه مضبوطه بكل الاسرار وبكل التفاصيل في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله تبقاو معايا حتى النهايه وما تفلتوا حتى شي حاجه، باش كيف ما تنقول لكم دائما بان المكونات والاسرار اهم من الوصفه بحد ذاتها. ندوزو على بركه الله على المقادير وطريقه التحضير. المقادير غادي نبدا معكم بالمقادير ديال البطبوط الصغير. هنا عندي نص كيلو من الفينو، نص كيلو من الدقيق الابيض اللي هو الفورس يكونوا بجوجهم نوعيه جيده، عندي سكر شويه ديال السكر، عندي هنا الملحه، عندي هنايا كذلك الزيت، عندي الماء اللي يكون دافي واحد 600 غرام، وعندي هنا واحد 4 المعالق صغار ديال الخميره الفوريه. اول حاجه غادي نشد هذيك الخميره الفوريه، غادي نديرها سواء كانت معجونه ولا فوريه، غادي ناخذها وندير معها داك السكر سنيده. بالنسبه للسنيده كيعطينا غير واحد اللوين محمر هكا قبل ما كينشفوا لنا دوك البيضات باش يكونوا كيطيبوا. كنضيف لهم شويه من داك الماء اللي انا عندي ديك 600 مليلتر ديال الماء اللي هي دافيه. صافي غادي نخليهم غير شي شويه هكا تذوب لينا ديك الخميره وتنشط في داك يعني داك الجو الحلو ديال سنيده. نخليها شويه صافي، انا راه غير مسرعه في الفيديو داكشي باش كنخليها غير كتذوب. صافي غادي ناخذ البول، غادي ندير فيه هذيك الخميره اللي شفتو، وغادي نضيف ديك الكميه ديال الماء اللي بقات، وغادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت عندي 2 معالق كبار ديال الزيت المائده. هنا غادي ندوز باش نغربل معكم الدقيق الابيض، ومن الافضل الدقيق الابيض والفينو يكونوا نوعيه جيده باش حتى الوصفه تنجح وتجي مزيانه. غادي نغربلو يعني كامل. كنضيف الفينو وكنضيف كذلك هذيك الملحه كتبقى على حسب الذوق. صافي غادي ندوز هنا باش نعجن يعني في العجانه. سواء كنتو تعجنوا بعجانه ولا بيديكم، خص هاد العجينه هذه تدلك مزيان جيدا. المقدار ديال الماء اللي عطيتكم مع كذلك المقدار ديال الدقيق راها كافيه، كتجي هي هذيك بالنسبه لكن يعني الدقيق سواء كان الفينو ولا الدقيق الابيض نوعيه ممتازه. صافي غادي نخلي ديك العجينه حتى كتعجن مزيان، كتدلك النيت مزيان كيف ما قلت لكم، حتى كيولي يعني تولي مطاطيه وكتجبد. يعني شويه هاد العجينه دي كتكون شويه رطبه، ما كتكونش لينا العجينه هكا قاصحه، باش كيجيو البيضات كيتنفخوا لينا وكيجيو مزيانين وكيجيو رطبين. صافي بهذا الشكل هذا خصها تكون. غادي نحيدها، مش غادي نخليها مباشره انها هكا كتخمر، غير نعاودها كنجمعها شويه. كندهن هذاك البول بشويه ديال الزيت وغادي نخليها تخمر، نخليها الوقت اللي تختمر مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالها. نعاود شويه ديال الزيت هكا من الفوق. صافي غادي هكا نغطيها بالفيلم اليمونتير وغادي نزيد عليها هكا شي منيدل ونخليها حتى كتخمر. يعني الطريقه راه باينه وواضحه. انا صافي غادي نحل عليها، انا خليتها شويه زادت شويه ماشي مشكل. المهم هي راه خمرات وضاعف الحجم ديالها تبارك الله ما شاء الله. صافي غادي نديكازي هذيك العجينه ديالي، نحيد منها يعني نخوي منها داك الهواء اللي كان فيها، وغادي نستعن ضروري بالفينو باش غادي نستعن في هذا يعني في هذا البطبوط هذا. نستعن بالفينو، غادي نحاول انني نجمعها. هنا ما كندلكهاش، كنحاول نخرج منها داك الهواء اللي كان فيها. صافي وغادي نستعن كيف ما قلت لكم بالفينو، ضروري انكم تستعنوا بالفينو. غادي ندوز هنا باش نقطع على جوج، يعني باش تسهل عليا، وحتى يعني اللي جاتها صعيبه تقدر تقطعها حتى على 4.
لان هنا في غرضي فاش غادي نعاود نكورهم ونديرهم غادي نخليهم غير واحد شي شويه غير يرتاحوا. انا الان درت غير شويه ديال الدقيق الابيض باش يرتاحوا، ولكن من بعد فاش غادي نبسطهم غادي ضروري انني نستعمل الفينو، لان قلت لكم في الاول انني غندير الفينو بالنسبه للبيضات. هنا هزيت اول وحده راني درت الفينو هنا لتحت، كندير كميه لا باس بها لان العجينه كتكون عندي شويه مطلوقه، يعني ضروري ما ندير باش ما تبقاش تلصق ليا. ولا كانت عندكم هكا العجينه على حسب الدقيق انها شويه ما مطلوقاش بزاف، فالمهم نتوما عينكم ميزانكم على حساب غير باش ما تلصقش لكم. غادي نبدا هكا كندلك كندلكها ولا كنحلها عفوا بالمدلك، نحل العجينه ضروري كنشوف الفينو واش ناقصني واش لاصقه ولا هادي، وانا كنزيد هكا بشويه بشويه بالفينو ونشوف واش تلصق ولا لا، ونزيد من الفينو كذلك من الفوق ونبقى كندلك فيها حتى كنحصل على يعني واحد السمك اللي بغيت. بالنسبه للبيضات ما ديروهمش السمك ديالهم رقيق، ما ديروهمش غلاظ بزاف، يعني يكونوا في المتوسط. وبالنسبه للحجم كيبقى لكم الاختيار، بما ان عندي انا كميه هكا بزاف. هاد المرحله بغيت نقول لكم فاش كدلكوها وكتوصلوا للسمك اللي بغيتو راكم كتحاولوا انكم ترجعوا هكا العجينه باش تحاول تتقلص وكترجع للشكل ديالها الاصلي، باش الا هكا قطعتها بالقطاعه ما تتعوجش ليا وما تعطينيش دوك الاشكال هكاك هندسيه. فهمتوني؟ يعني كل شكل وكيفاش داير، مش مره كيكون دائري مره كيكون هكا شويه مستطيل مره لا. كنحاول انني انا كيف ما قلت لكم تحركوا العجينه فاش كتساليو صافي، وكنبدا كنقطع بحال هكا. اللي نرجع للهضره اللي كنت بغيت نقول لكم على حساب انني درت كميه كثيره. بالنسبه انا راه فاش كندير كميه بعض المرات غير قليله بحال هكا راه كنحاول غير بيدي كنهز كويرات وكنخبزهم بيدي وكنطيبهم، كيكونوا هكا شي شويه كبار كنبغي نديرهم هكا سندويتشات ولا هكا الوليدات ولا شي حاجه. اما دابا عندي كميه كبيره وانني في حاج انني غادي نديرهم يعني في ان شاء الله نوجدهم لرمضان، ف يعني كنستعن بالمدلك وبالقطاعه بحال هكا صافي كنبقى عليهم وكندوري داك المنديل كندير له شويه ديال الفينو وكنحط الكميه اللي درتها اللي زعما درتها. بالنسبه لهادو راه غادي نعاود هكا غير نجمعها وغادي نخليها جانبا تنعاود كذلك نشكل منها. هنا بالنسبه للمقله كناخذوا سواء المقله ثقيله ولا ولا كبيره اللي عندكم كتستعملوها صافي. انا درت فيها شي شويه ديال الفينو، شي شويه تقدروا ديروا دهنوا هذا شويه ديال الزيت باش يعطيكم داك اللون محمر، وكنبقى كنحط فيهم مباشره غير كنحطهم كنحاول انني نقلبهم ما نخليهمش، يعني نخليهم حتى شي دقيقه ما نخليهم، نحاول في ساعه نقلبهم في داك الوقت النيت كنبقى نقلب فيهم وانا مقابلاهم وغير صبروا عليهم. ما تقدروا في الاول تقولوا لا ما تنفخوش ليا ولا شي حاجه، نعطيهم غير الوقت واني نبقى نقلبهم كل مره وانا كنقلب فيهم باش ما يجيوش مشمعين من جهه وجهه اخرى تمشي طيب لكم ولا شي حاجه. صافي تبعوا معايا في لا فيديو غادي تشوفوا ان شاء الله انهم تيتنفخوا معنا وناجحين. درجه الحراره نسيت ما قلت لكم خاصها تكون مجهده، يعني باش يطيبوا البطوبوطات يطيبوا البيضات على الجهد، ما طيبوش لكم على نار هكا مهيله. هذه ضروري ديروها. قطعت معكم صراحه حتى شي مقطع ولا حتى شي حاجه، فقط كنسرع. ها نتوما شوفوا ما شاء الله وهي بدات كتنفخ لي هذه اللي هنا. ردوا البال معايا هما يبقاو يتنفخوا كاملين، صبروا معاهم. وحتى الجهه ديال العافيه ها نتوما شوفوا، الا كانت شي جهه هكا ردتوا لها البال بانها كتنفخ فيها البطبوطه بسرعه حاولوا تردوا لها الاخرى، غتبقاو عليهم بحال هكا كاملين. نتوما كتقلبوا فيهم هما راه كيتنفخوا معاكم، شفتوا بحال هكا ها هما ما شاء الله تنفخوا. ونبقاو على الكميه كامله بحال هكا، يعني كنحمروهم حتى شي نعطيهم واحد اللوين. كاين هكا اللي كيعمرهم وكيديرهم في البانينوز كيزيدوا يتحمروا، يعني كاين اللي كيحمرهم شويه بزاف. يعني كل واحد وكيفاش كيبغيهم. كاين اللي كيخليهم شي شويه بيضين، علاش كيف ما قلت لكم كاين اللي كيعاود لهم شي كيعمرهم قلت لكم كيبريسيهم كيعاودوا يعني يتحمروا ولا شي حاجه بحال هكا. كاين اللي كيحمرهم شويه، كل واحد وكيفاش كيبغيهم. غير نتوما تخليهمش هكا يتحمروا بزاف ويتحرقوا ولا شي حاجه. غير كيف ما قلت لكم انا حطيت حطه وحده عاوتاني، غير تحطوا قلبوا ضروري انكم تقلبوا في البلاصه، ما تخليو حتى شي دقيقه كيف ما قلت لكم حتى دقيقه. ولا بغيتو كاين اللي كيبغي هكا اللون يكون شويه محمر بزاف يدهن داك المقيله بشويه ديال الزيت، غير واحد شي شويه واحد الدهنه خفيفه صافي. وغادي نبقى هي هاد يعني الحطه الثانيه اللي درت
وحاجه اخرى ضروري تبقاو تمسحوا هذيك المقيله ديالكم من الفين وتمسحوها باش ما تخلي لكمش يعني الطيبطات هكا يكونوا هكا شويه اللون ديالهم بحال هكا موسخ ما زوينش. صافي ها هي بدات كتنفخ لي هذه اللي من هنا وغادي نبقى مقابله وبسرعه كيوجدوا ما كيتعطلوش معاكم. بسرعه والله الا بسرعه ما تيمحنوكم ما والو، فقط تتبعوا هذاك الشيء اللي قلت لكم بالضبط وبالمقدار بالقياس بالنصائح اللي قلت لكم، وحاولوا عليهم بشويه. انا غير حقاش مسرعه في لا فيديو كيبان لكم انني كنسربي، لا حاولوا بشويه تبقاو تقلبوهم غير بشويه عليهم. المهم فاش يتنفخوا ماشي مشكل يعني في الاول ها هما تيتنفخوا معنا بحال هكا تيجيو زوينين رطبين بزاف، حتى داك الزيت اللي درنا فيهم الدور ديالو انهم كيجيو رطبين. صافي غادي نبقى يعني حتى كنسالي. بالنسبه هكا العجينه كامله بعض المرات كيبقاو لي واحد شويه واحد هكا شويه قلال، كتبقى لي واحد الكميه قليله. فها هي هذه خبزتها غير بيدي، بغيت نوريكم ما قطعتها ما حتى شي حاجه وحطيتها يعني شويه كبيره. غادي نشوفوا معايا كيفاش كنقلب ونعاود نقلب حتى كنشوفها انها كتبدا كتنفخ ليا. ها هي كيفاش تشوفوا عفوا يعني كينفعونا صراحه في المائده ديال رمضان، كنعمروهم بزاف كيبغيوهم الوليدات، كنبغيوهم حتى حنا كذلك وكيفكونا وكيهنيونا بزاف. شوفوا ما شاء الله كيفاش ناجح. غير مع الاضاءه انا عندي هكا بزاف شويه، اما اللوين ديالهم الصفر داك الفين وكيعطيهم واحد اللون رائع زوين بزاف. صافي كنبقى حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي وكيجيو كاملين منفوخين، ماشي شي وحده هكا ولا، كاملين كيجيو ناجحين كاملين بحال هكا. شوفوا ما شاء الله كيفاش دايرين زوين بزاف، اللوين ديالهم زوين يعني مباشره كيبانوا احسن واحسن من هكا هما مصورين على حساب الضو، كيبانوا هكا بحال اللي بيضين بزاف. لا هما ماشي بيضين، هادو هما دوك الجوج اللي قلت لكم. غادي نحاول نحل معكم باش تشوفوهم من الداخل كيفاش دايرين. كيجيو ما شاء الله زوينين بزاف. شوفوا كي دايرين بحال شي شهده هكا ورطبين زوينين. هذيك البابه ما كتجيش هكاك بزاف وكيجيو هكا بحال شي بغرير، داك البغرير مثقب من الداخل بحال هكاك. ناجحين معكم بزاف، نحل معكم حتى الصغيوره حتى هي شوفوا. بالنسبه للطريقه يعني باش تخزنوهم كتحاولوا ديروهم هكا في، تاخذوا القياس اللي بغيتو بحال هكا وكديروهم هكا في الفيلم اليمونتير وتعاودوا ديروهم في بواطات ولا في بلاستيك. صافي وكتحتفظوا بهم الحين اللي تبغيو توجدوهم ان شاء الله تعمروهم. بالنسبه للمكونات ديال البيتزا هنا عندي كيلو ديال الدقيق الابيض الفرز راه مغربل. هنا عندي خليط ما بين الماء والحليب، عندي 200 ملل ديال الحليب و300 ملل ديال الماء وهادو راه دافيين بجوجهم. هنا عندي الخميره الفوريه واحد 4 ديال المعالق صغار، عندي الملحه، عندي 2 معالق كبار ديال سنيده، عندي معلقه صغيره ديال الزعتره ماشي الزعتر. هنا عندي كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون. صافي هادو العناصر اللي عندي. اول حاجه غادي ندير بحال كيف ما درت في البطبوط، غادي نحلل هذيك الخميره الفوريه مع سنيده ومع داك الماء، سواء كان الماء دافي ولا حليب دافي. انا خلطتهم هنايا، ولا ما كانش الحليب عندكم ولا هكا ما ديروش، غير الحليب كيعطي واحد الرطوبه كيخليو ديك البيتزا ديالنا رطبه كتجي زوينه. صافي غادي نحرك بحال هكا كيف ما درت في الاول بحال ديك الطريقه، نخليها شي شويه هكا تذوب وتتنشط لينا تذوب لينا بسرعه. صافي وغادي ندير نفس الطريقه اللي درت في البطبوط بحالو. هنا رساني اذا كنت نسيتها وما درتهاش غادي نعاود نديرها، وسواء نسيتوها ولا ماشي مشكل، ماشي بحال ماشي مشكل، راهم بحال تقدروا حتى ديروها هكا في البول وتعاودوا ديروها غير بالزربه كتذوب لينا وصافي. بالنسبه للزيت اللي كاين اللي بغى يدير يعني نص كاس زيت مائده وزيت الزيتون يديرها. انا درت زيت زيتون كامل كيجي زوين، كتجي المذاق ديالها زوين بزاف. صافي غادي نضيف ديك الخميره اللي درت لينا مع داك السكر سنيده وفي داك الماء، نضيف الملحه كتبقى على حسب الذوق، الزعتره كتجي المذاق ديالها زوين بزاف. غادي نضيف الزيت يعني كاس ديال العنبه عامر، ونضيف داك الخليط ديال الحليب والماء، يعني المجموع هو 500 ملل ديال الماء. غادي نعجنو كذلك في العجانه ولا تعجنوا بيديكم، وغادي تخليوها كتعجن مزيان بحال هكا في البطبوط.
في البطبوط كنت درت 600 مليلتر ديال الماء، هنا درت 500 لان هذا الفورس الاخر راه فيه الفينو يعني كيشرب داكشي باش يعني كنزايد الماء. صافي غادي نبدا كنعجنها عادي حتى كتعجن يعني بسرعه. الفورس ماشي بحال الفينو. صافي بعد ما تعجنات راه غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ولا جوج ديال الزبده. الزبده كتعطي واحد الطراوه كتجي زوينه بزاف، كتعجبني بزاف. غادي نضيفوها حتى هي الا كانت يعني زبده حيوانيه كتضيفوها وكتخليوها هكا. وخصوصا احسن لو كان زعما الزبده تكون مطلوقه هكا شويه ما تكونش قاصحه. صافي كنخليها حتى كتدلك معاها مزيان، كتدخل فيها مزيان وصافي ماشي كتدلك غير كتدخل معاها. صافي وغادي نحيدها يعني من البول. صافي وغادي نحاول حتى هي ندير لها نفس الطريقه انني نشكلها يعني نقطعها على ماشي غادي نقطعها سمحوا لي تلفت لان الفيديو شويه طويل. غادي نحاول صافي نخليها بحال هكا ونديرها حتى هي بحال كيف ما درت البطبوط بحالها. انا قلت لكم شكلها يعني ما بغيتش نقول لكم انا تخليوها تخمر، ضروري خصكم تخليوها تخمر. درت لها شويه ديال الزيت وغادي نغطيها ونخليها حتى كتختمر حتى هي وتضاعف في الحجم ديالها. ما بغيتش نطول عليكم في لا فيديو ولكن بغيت غير نشرح لكم لانهم صراحه تيجيو زوينين بزاف غادي يعجبوكم. كيجيو بيتزات زوينين، تيجيوش داك البيتزات هكا كارمين ولا ما ناجحينش ولا قاصحين، رطيبين بزاف وزوينين. صافي وغادي نخليها حتى كتختمر. هي من بعد ما اختمرت رحنا غطيناها كنديغازيها، كنحيد من هذاك الغاز كامل اللي فيها يعني داك الهواء كامل اللي دخل ليها. غادي نقسمها على جوج كيف ما درنا في الاول على اساس اننا نخدموا بوحده ونعاودو نخدمو بالثانيه. واللي غادي يشط ليا من الاولى والثانيه فغادي نديرهم انا بيتزات كبار، ما غاديش نديرهم كاملين هكا دي ميني بيتزا. صافي نخليهم غير يرتاحوا شويه باش يعاونونا. ضروري ما تخليهم يرتاحوا باش يعني في اثناء يعني تحلوا العجينه بالمدلك تجيكم سهله. هنا كنستعنوا بالفينو، عفوا بالدقيق الابيض هنا باش خدمت. واللي بغى يخدم حتى بالفينو هكا يخدم. غير الفينو غادي يجي يقصح لكم شي شويه تجي بحال اللي حرشه. اللي بغيتو تبقى لكم نتوما الاختيار، تخلطوا ما بيناتهم ماشي مشكل. والمذاق ديال الزعتره كيجي فيها فن زوين بزاف ومع داك زيت الزيتون كتجي واحد المذاق فيها رائع زوين بزاف. صافي غادي نحلها. خصها تكون يعني مطلوقه. السمك ديالها ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه بزاف، تكون في المتوسط. وكاين اللي كيبغيوهم هكا رقاق وكاين اللي كيبغيوهم عاوتاني غلاظ. يعني انا قلت لكم يعني اللي درت انا كيجيو في المتوسط وكيجيو حسن. نفس الطريقه كذلك فاش كنحلها كنبدا كنرجعها للشكل ديالها باش الا قطعتها ما كتعوجش ليا وما كتجيش معوجه. غادي نحاول هنا واحد المقطع هكا راه كبر من الاخر اللي درت. بالنسبه حتى لهاد القضيه هذه ما قلتهاش لكم، اللي بغى البطبوط سواء كبير شويه صغير كيبقى لكم الاختيار. وكذلك حتى لي ميني بيتزا اللي بغاهم ما كبر من هكا ولا قد هكا هذاك الشيء كيبقى على حسابكم نتوما شنو بغيتو كيفاش بغيتوه. غادي نقطعهم كذلك بنفس الطريقه حتى كنقطعهم كاملين. كنوجد كذلك واحد المنديل نرش به هكا بشويه ديال الدقيق الابيض وكنخلي وكنحط فوقه باش ما يلصقوش لينا وصافي. وكنتقبهم ضروري ما تقبوهم لانهم هادو دي ميني بيتزا ماشي سميتو. وهذاك الزيت اصلا ما غاديش يخليهم يتنفخوا لان الزيت اللي استعملنا ما غاديش يعاونهم باش يتنفخوا. وكذلك كنتقبوهم هكا بالفرشات. صافي كنحطهم ونطيبهم هادو في المقله، ما غاديش نطيبهم معكم في الفران. هما بحال غير بغيت ندير معكم هاد الاقتراح هذا ديال المقلات. هما تيجيو زوينين صراحه زوينين وعمليين هكا. هذه اللي بقات ليا كيف ما قلت لكم هي والاخرى غادي ندير منهم يعني بيتزات. نحاول هذه نقسمها على جوج والاخرى كذلك نقسمها على جوج. صافي هنا بالنسبه للطيب راني تقبتهم هكا بالفوشات يعني تقبتهم كاملين. غادي نحطهم وكذلك حتى هما مباشره كنقلبهم باش ما يديروش لكم واحد البويقات بحال هكا. واخا كيما قلت لكم ما غاديش تنفخوا لان فيهم الزيت.
وانهم كذلك يعني مثقبين. صافي، غير ما تحاولوا انكم تخليهم شي شويه يصفاروا شويه في اللون ديالهم، ما تخليوهمش بيضين باش ما يتعجنوش. هادشي اللي بغيت نقول لكم باش يجيوكمش معجنين بزاف. الاضاءه عاوتاني كذلك كانت هنا شويه زايده بزاف، حاولت يعني في المونتاج فاش نقللها ولكن والو. حتى نشوف هذا المشكل مناش. صافي، ها هما كيوليو شويه صفرين، صافي كنبقى عليهم كاملين بحال هكا. ما بغيتش نطول معاكم بزاف لانهم واضح يعني كلشي واضح. خرجت لي واحد الكميه وفيره تبارك الله، بالاضافه لهذوك الربعه كذلك الكبار. الطريقه ديال الاحتفاظ ديالهم حتى هما كنهز القياس اللي بغيت وكنفيلميهم في الفيلم اليمونتير. ها هما هذوك جوج كرات اللي خدمت بهم في الاول، يعني بقاو ليا منهم يعني جوج كرات، وكذوك جوج كرات كنقطعهم على جوج وكيعطيوني هذا القياس هذا، يعني ماشي كبار بزاف وماشي صغار، يعني في المتوسط بحال هكا، يعني مزيانين. صافي هكا راني حطيت تديروا 5 حتى 6 حتى 7، كتفيلميهم وديرهم في الفيلم اليمونتير، وديرهم هكا في بواطه، ديرهم في الكونجيلاتور، تخرجوهم الوقت اللي بغيتوهم كتجبدوهم، يعني كينفعونا بزاف في رمضان المبارك اللي دخلوا لكم بالصحه والسلامه. شكرا على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.